الوطن يعني انا قابلت بعض الطلاب في الجامعه يقول وش والله لا انتمي لها البلد ولا غير. قلت له ايش دعوه؟ قال هذا طلع لي بطاقه، هذا اللي بيني وبينه. قلت له ليش يا ولدي؟ ليش يا ولدي؟ قال وش اعطونك؟ وش انت عايشين فيه يا ولدي؟ انت عايش في حضره حيوانات ولا عايش في ديره امنه؟ وين سيارتك وابوك؟ قال هناك، تورك مأمنه هناك. يا سلام. مو انت ما انت بخايف عليها؟ وين اهلك؟ قال في المكان الفلاني. قلت ما انت مأمن عليهم؟ الله. بناتك وكذا. جميل جميل. وهكذا بهالطريقه حتى بعد فتره وبدا يشعر بيقول ما علمونا الناس بهالشكل. لا ولا بد. عيالنا ما علمونا هذا احتواء، هذا مساله الاحتواء. الوطن هو ايام الكذا طنطنه في التلفزيون. اذا مساله الاحتواء شيخ بكل تاكيد يعني الكثير من الناس للاسف لا يجد من يحتوي، والدليل عليه من غر بهم والعياذ بالله، يعني ارادوا ان يفجروا ويخططوا. احنا دخلنا في مساله اعظم واكبر. لكن دكتور انا اذكر بالشيء بالشيء. كان واحد من طلابي الان ما شاء الله عليه بزنس مان كبير يقول لي زمان الكلام هذا يمكن في الطعاشات 1418 19 20 في الحدود. بعد فتره كبر وكان تزوج من عيال ما شاء الله عليه. يقول والله يا دكتور والله لولا الله ثم انت الله كان انا الان مع حقين اللي راح لافغانستان وحقين داعش. ليه؟ لاني انا شفت عندك يا دكتور شيء مو عند الاخرين. جميل. ابدا.